نجل الرئيس الجزائري بوضياف يوجه أسئلة للقضاء بشأن اغتيال والده. وجه ناصر بوضياف نجل الرئيس الجزائري محمد بوضياف 4 أسئلة للقضاء الجزائري مطالبا إياه بالإجابة عليها، وتسائل الابن عن المتهمين الحقيقيين في عملية اغتيال والده، قائلا هل لأنه أول رئيس جزائري يدين من مكانته العالية المافيا السياسية المالية، وتساءل في سؤاله الثاني عن الهوى والعمل المنفرد التي تتحدث عنه السلطة، باعتبار أن عدوى الأمس هو عدو اليوم، مؤكدا أن عملية الاغتيال جاءت في اجتماع مع التنظيم الوطني للمجاهدين. كما تسائل ابن الرئيس الجزائري المغتال هل لأنه لم يقبل ممارسات أصحاب القرار في ذلك الوقت، وكثير منهم لم يقبل، قائلا ما زال عدد قليل معنا. واختتم أسئلته هل عملية الاغتيال كانت جزء من المؤامرة أم بسبب عدم كفاءة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حمايته. وجاءت أسئلة بوضياف بعد تبرئة رموز من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليق من تهم التآمر على الجيش، وأضاف عندما أملك أنا وعائلتي رغم مرور 28 عاما على الاغتيال حقوقي في الاستئناف ضد قرار علامة اقتباس العدالة علامة اقتباس الذي وصف الاغتيال الجبان لمحمد بوضياف بأنه علامة اقتباس فعل منعزل علامة اقتباس، لكنني حاولت منذ أكثر من عام تقديم طلب إلى مكتب وزير العدل الحالي لإعادة فتح ملف ما يسمى علامة اقتباس العمل المنفصل علامة اقتباس، ولم أتلقى أي رد. وأضاف أنه من الواضح أن اغتيال رئيس الدولة يتجاوز صلاحيات وزير العدل البسيط رئيس الدولة باعتباره الشخصية السياسية الأولى في الدولة، لذلك لا يمكن وصف اغتياله إلا بأنه علامة اقتباس، اغتيال سياسي علامة اقتباس، وبالتالي مؤامرة ضد الدولة. وكان الرئيس الجزائري محمد بوضياف اغتيل في عام 1992